صباح الخير عليكم. النهارده هنعمل مع بعض اسهل واسرع طريقه رز بلبن وبتركات وحركات المحلات. وطبعا بقى مش هننسى بولة الايس كريم اللي انا لسه بقى عاملاه الفيديو اللي قبل ده على طول. فعلا كانت جامده جدا وطعمه كان خطير. هو كده وهو سخن بجد، كان هو سخن وهو ساقع كان طعمه حلو وحكايه جدا. فيلا بقى نشوف الطريقه. اول حاجه نحتاجوها لتر من الميه. هنحتاج دلوقتي بقى نص كوبايه من الرز. طبعا احنا هنولع كده عليه النار بقى وهنبدأ ان هو يغلي. طبعا نديله كده تقليبة كويسة بس في الاول، وبعد كده نغطيه ونسيبه بقى يغلي. وبعد كده بعد ما يغلي معانا هنطفي عليه، وبعد كده هنسيبوه حوالي 3-4 ساعات. بعد كده نبدأ في الخطوات اللي بعد كده. انا كده غطيت الرز بلبن لغاية ما بدأ يغلي، وكده هو جاهز معانا خلاص. هنسيبوه بقى 3-4 ساعات، وبعد كده نبدأ ان احنا نحط بقية المكونات عليه. دلوقتي بقى نحط بقية المكونات. هنحتاج لتر من اللبن، ونسيب كده زي نص كوباية في الاخر. هقولكوا دلوقتي هنعمل بيها ايه. هنحط حوالي نص كوباية من السكر. نقلب كده بقى المكونات دي كده مع بعضها كويس لغاية ما السكر يدوب. يغلوا كده غلوتين مع بعض. وطبعا ما ننساش بقى التركية المهمة جدا، وهي معلقتين لبن بودر. دلوقتي بقى نرجع لنص كوباية اللبن اللي احنا سيبناها، نحط عليها معلقتين من النشا، ومعلقتين كريم شانتيه، ومعلقة من البستري. طبعا البسري ده للناس اللي هي مش عارفاه، اللي احنا بنعمل بيه كريمة التورتة. طبعا ناس كتير قوي متابعيني عارفة ان انا بعمل تورتات، فدايما البسري ده موجود. لو مش متوفر فعادي مش مشكلة، هو الكريم شانتيه كويس جدا. بعد بقى ما قلبنا المكونات دي كده كلها مع بعضها كويس، هنبدأ ان احنا نحطها على الرز بلبن، وبرضو نديلهم تقليبة كده ونسيبوه بقى لغاية ما يغلي. لو دي اول مره تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. نستمر بقى في التقليب كده لغايه ما نلاقي كل المكونات دخلت كده مع بعضها، ولغايه ما يبدا ان هو يغلي بقى. وبكده يكون الرز بلبن جاهز معانا خلاص. وزي ما انتم شايفين كده فعلا كان ريحته كده كانت حلوه قوي. طعمه كان خطير، اذا كان سخن او بارد فهو في الحالتين كان حلو جدا. ودلوقتي بقى نجيب الاطباق ونبدا ان احنا نصب الرز بلبن. وطبعا بقى بعد ما هنخلص هنسيب بقى الاطباق يعني تبرد بقى شويه. بعد كده نبقى نحطها في التلاجة، ونبقى محضرين بقى الايس كريم بتاعنا، ونبدا ان احنا لما يطلع بقى من التلاجة نحط عليه الايس كريم. وفعلا ده هيبقى اجمد طبق رز بلبن بالجيلاتي هتاكلوه في حياتكم. ففعلا الطريقه دي سهله جدا وسريعه، مش هتاخد في ايدك وقت خالص، ومكوناتها بسيطه جدا وهتلاقيها موجوده في البيت عندك، وهتقومي دلوقتي تعمليه. ودي من انجح الوصفات، وفعلا هيطلع معاكي رز بلبن كريمي كده، وهتفرحي بيه اطفالك وكل اللي في البيت. لو في وصفات حاسين ان انتوا مش عارفين الوصفة دي بتتعمل ازاي، او انتوا نفسكم تعملوها او حاجة غريبة، قولولي عليها في التعليقات وانا اعمل لكم ليها طريقة حلوة جدا وسهلة كل تركاتها وحركاتها. وزي ما عملنا الرز بلبن زي المحلات بالظبط واحلى من المحلات كمان، فاحنا عملنا برضو الايس كريم في الفيديو اللي فات بكل تركاته وحركاته، وطلع معانا حاجة جامدة جدا. وهتشوفوا دلوقتي وانا بحط الايس كريم، هتشوفوا ان هو كان جامد جدا وطعمه كان حلو قوي. طبعا انتم مش عارفين تدوقوا طعمه، بس انا دقته وهو كان حلو جدا. فجربوه، قولولي بقى رأيكم في التعليقات.
طبعا بقى ما ننساش رشة الزبيب ورشة جوزة الهند، ولو عندكم بقى مكسرات حطوا، فهو طبق كده ايه جامد جدا. بدل ما نغرم كتير ونروح نشتريه من بره بالشيء الفلاني، لا احنا ممكن نعمله في البيت واحلى كمان من اللي بيتباع بره. عاوزه اقولكم ان الكميه اللي انا عملتها دي طلعت معايا حوالي 15 طبق، يعني مش دي كل الكميه طبعا. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو، وجربوا الوصفه وقولولي رايكم في التعليقات، واشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله. باي باي.